إذا صار بيننا وبينهم مشاكل ما يحتاج يروح هناك ويرجع للسعودية، حاضر بس. بعدين القطرية قالوا لك احنا بنتحارب معكم، والله لو يفكروني عليكم بس ما راح اجيبكم دبابة ولا مدرعة، انا واخوي جبران نجيك معها تاكسي. اللي قاهرني وغابني شيء واحد، الحين اميركم معطي القطريين هناك بطايق احوال. ليش؟ صدقوني اول ما احتل القطر باذن الله راح اسحب جميع البطايق واجمعكم في كرت عائلة. وحط اسمي فوق لاني انا ابوكم. يعني انتم عددكم 6 مدري 7، وعلى حسب المعلومات الموثوقة يقول صرتوا 9. السعودية تسحب سفيرها من قطر، يعني عادي، دولة كبيرة مثل السعودية وحجم السعودية تسحب سفيرها من قطر ما في مشكلة. بس اللي يقهرك ان دولة اصغر من قطر تسحب سفيرها. البحرين. طبيعي اللي ما يحترم الكبير الصغير ما يحترمه. أنتم تدرون ليش القطريين الحين جالسين يدعمون الحوثيين؟ ما علشان انهم يبغون بس يدعمونهم وخلاص، هم عرفوا ان جيزان اتيكيت يحسبوننا في جيزان، قال خلنا ندعم الحوثيين عشان الحوثيين يقتلون جيزان اتيكيت ونفتك منه. الحمير ما يدرون في جدة. أنا يا الصغير يا العميل، تبوسنا في الزفة تدخلنا في اللفة. تمولون الحوثيين من ورانا، ها؟ ما لقيت الا الحوثي تموله راكب شاص مدير 70 20 زيدي في الصندوق، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، واخر شيء حافي. الله يرحمك يا الملك عبد العزيز، وحتى المملكة اللي